زلزال في أفريقيا بعد شغب جماهير الجيش الملكي. الاتحاد الأفريقي الكاف مسكتش بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي، وطلع عقوبة رسمية قاسية على النادي المغربي بعد تدخل لجنة الانضباط. العقوبة بتتضمن غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار أمريكي على النادي الجيش الملكي بسبب شغب الجماهير وإلقاء أدوات خطيرة داخل الملعب والإخلال بإجراءات الأمن، وكمان فرض غرامات مالية بإجمالي 100 ألف دولار أمريكي بسبب التجاوزات الخطيرة داخل الملعب. ومن المتوقع كمان تنفيذ عقوبة حرمان الجماهير من حضور مباراة واحدة في المسابقات الأفريقية، وذلك بعد المخالفات الكبيرة اللي سجلتها الكاميرات. الكاف أكد صراحة إن أي سلوك يهدد سلامة اللاعبين والحكام مش هيمر مرور الكرام، ولو اتكرر الموقف هتكون العقوبات أقوى وأكبر. السؤال للجمهور: هل الغرامة دي كافية بعد كل اللي حصل، ولا المفروض تكون عقوبات أكبر؟